ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس اللي اول مره يشوف قناتي هينزل يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. هقول لكم ازاي تعملوا الرز بلبن بالكريم شانتيه، طريقه سهله وبسيطه جدا والطعم روعه جدا جدا. اول حاجه بغسل الرز كويس جدا وبعد كده لازم اسلقه. تمام، دي خطوه مهمه لازم تعمليها. اسلقوا الرز كويس جدا لحد ما يشرب الميه خالص ويكون مستوي جدا. تمام، قبل ما احط اللبن عليه. بعد كده هضيف بقى عليه اللبن بعد ما يستوي، وهضيف بقى عليه الفانيليا وهقلب كده زي ما انتوا شايفين، واحط بقى الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه بيفرق في الطعم جدا جدا، بيديله طعم جميل جدا. جربوه ان شاء الله، الطريقه سهله وهتعجبكم. واحط بقى عليه السكر وهقلب بقى تقليب مستمر لمده نص ساعه على نار هاديه لحد كده ما القوام يتقل خالص معايا. تمام، طبعا مش هحط نشا خالص لان الرز يا جماعه كله نشويات. بعد ما قلبت كده تقليب مستمر على النار هاديه لمده نص ساعه القوام تقل خالص معايا اهو. هحط بقى كده في الطبق زي ما انتوا شايفين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك يا جماعه. تمام، وبعد ما حطيت كده في الطبق هحط بقى عليه المكسرات بتاعتي. طبعا المكسرات دي حسب الرغبه، حسب ما انت حابه ان انت تحطي ايه. لو عجبكم بقى الفيديو مش تنسوا تعملوا لايك للفيديو. كمان اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. وكمان تستنونا ان شاء الله فيديوهات كتيره جدا. باي باي.